السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده حلقه جديده في برنامج او في سلسله الاوتوديسك انفنتور. هنعمل المثال ده ومعانا مثال تاني ان شاء الله، فعلى حسب وقت الحلقه ممكن يمكن يبقى حلقتين، بس ان شاء الله المثال ده بسيط. الايزومتريك اللي بعده معقد شويه. بعد كده ان شاء الله هنبدا نخش في مشاكل. نبدا على طول ستارت تو دي سكتشنج. نختار اي بلين نرسم عليه. وانت بترسم اي 2 دي سكتش انت بتختار ايه؟ يعني ايه الفيو المريح ليك او ان انت تقدر تخلص اكبر شكل ممكن. طيب انا شايف اكبر شكل ممكن ان انت ممكن في واحد ممكن يبص من هنا فيرسم ال وبعد كده يقط ده ويقط ده. تمام. ممكن واحد يرسم ده وبعد كده يرسم ده وبعد كده يقط ده وبعد كده يقط ده. فدول اربعه. دول اربع حاجات يعني. دول اربعه فيتشر. ترسم كل فيتشر ايه في سكتش. ممكن واحد يرسم ده ويرسم ده وبعد كده يقط ده ويقط ده. فدول اربعه. فانا انسب حل ان انت ترسم ال ده اسرع حل يعني. وبعد كده تقط المربع وتقط المستطيل. فانا هعمل كده هرسم ال. فانا محتاج ان انا اعمل حرف ال. فهاجي هنا اختار لاين. تمام. و ماشي. هختار اللاين. طبعا ان انت ما تنساش بقى اللي قلنا عليه في الحلقات اللي فاتت ان انت تعمل كونستراكشن لاين والقصه ديت علشان ايه؟ تبقى ابعادك مظبوطه. بس انا ايه هرسم بسرعه هرسم لان انا ايه ايدي واخده على البرنامج اكتر فايه اشتغل على طول. بس هو دي جيب الدايمنشن. وعندك الدايمنشن 32 و 2 ده 32 و46. يبقى عندك 70 ده 78. تمام. يبقى ده كده كام؟ 78. تمام. طيب اوكي. وعندك ده كله تمام. العصب ده كام؟ العصب ده تقريبا ممكن نقول ان هو 18 زي ده. العصب ده 18. 18. تمام. وده كام؟ ده برضه هنقول ان هو 18. هو ما قالوش في الرسمه بس واضح ان هم ايه متساويين يعني. تمام. تمام. الطول كام؟ الطول 50. من هنا لهنا كام؟ 50. كله كام؟ 50. طيب اللي هو من هنا لهنا فعلا 50. تمام. وده طول. تمام. هنقول له فينيش سكتش ونقول له اكسترود. تمام. وكريت نقول له اكسترود. تمام. ممكن تعملها في الاثنين يعني. هي الصوره جت هنا بقى احنا ممكن نقولها هنا كده. نعملها بوث سيمتريك. والاكسترود بكام؟ 18 و18 و18. تمام. ادي يبقى 36. 46 و8 كام؟ 36. 36 و8 36 و10 46 و8 يبقى 54. يبقى 5 4 هنا كده. تمام. تمام. طيب 30 و8 تمام 54. اوكي. وندوس ايه؟ اوكي. عندي بقى هنا ايه كات في الشكل ده وكات في الشكل ده. فاحنا ممكن نكات نقول له نبدا ستارت السكتش عندي تاني ونبدا على الفيس ده. تمام. ونكت الشكل بتاعنا من كرييت. نجيب الريكتانجل ومن الريكتانجل الخط ده اتاكد ان انت واقف على الخط ده كده اللي هو الازرق. تمام. وهنشد مستطيل وناخد الابعاد بتاعتنا. ناخد الابعاد دايمنشن. هو كام؟ 46. فده كده 46. ماشي. ناخد ده نقول له 18. البعد ده اللي جنبنا مش مشكلة. نقول له ده كام؟ 46. تمام. طالما ده 18 يبقى أكيد ده 18. مش محتاج إن أنت تاخد إيه البعد التاني ده. طيب وهقول له finish وهقول له create واكسترود. بس هختار هنا إيه cut material وcut. أوكي. طالما هو نازل بدبس أكبر خلاص مش مشكلة. وهندوس sketch start to sketch. تمام. تو دي سكتش وهنختار الفيس ده ونرسم الريكتانجل التاني ده. الريكتانجل التاني ده هو برضو حاجه بسيطه خالص. هو 18 في 18 وفي النص بالظبط. فممكن نعمل هنا ايه بقى؟ نعمل خط. تمام كده. الخط ده في النص بالظبط عشان احنا لو انت ناسي البعد ده. تمام. والخط ده ايه تعمله ايه؟ تعمله كونستراكشن لاين. تمام. تمام. تاني خط تعمله كونستراكشن كده بقى ايه كونستراكشن لاين. وممكن تعمله فيكسد برضو لايه؟ علشان ما يتحركش ايه من مكانه. طيب انت محتاج هنا ايه؟ محتاج ان انت تعمل ريكتانجل. فهجيب هنا الريكتانجل برضو واجي في النص هنا كده ارسمه. الريكتانجل ده كام؟ 18 في 18. فلا احنا نسينا نفعل نعمل ان اكتيفيت للكونستراكشن لاين. نرجع تاني نعمل ريكتانجل. تمام. وندي بقى الدايمنشن بتاعتنا. هو هنا 18 على الاثنين اللي هي 9. تمام. 9.
هنا برضو من هنا لهنا 9 علشان ايه يبقى في النص بالظبط. تمام. ومن فوق كام؟ 18 برضه. فانت المفروض كنا عملنا هنا ايه برضه كونستراكشن لاين مدفوقه. نعمل هنا برضه كونستراكشن لاين. تمام. ونفعل الكونستراكشن ونيجي هنا ايه في النص هنا بالظبط، مش في النص ال بقى، يعني احنا ممكن بقى ايه نحسبها، يعني ده 50. تمام. ممكن بقى نحسبها عشان لو جبت في النص احنا واخدين ده خط واحد ال. طيب ممكن نحسبها بقى 50 ناقص 18 يبقى كام؟ 40 يبقى 38. 38 على الاثنين فيها كام؟ فيها 19. فيها 19. تمام. يبقى ايه على بعد كام؟ 19. فاحنا ممكن نجيب هنا كده. تمام. من هنا لحد هنا كام؟ 19 وهنزود 9 يبقى كام؟ 19 و9 كام؟ 27. انا مش عايز امسك آلة بس لا، يبقى هو 19 فعلا. 19 نص 19. اوكي. I think ان احنا لازما، معلش انا مش شاطر في الحساب. اوكي مع اني مهندس بس قشطه. هندوس ديليت وممكن ناخد ايه خط. ممكن ماشي ناخد خط عادي كونستراكشن برضه من هنا لحد هنا. انا مش عايز ايه ادخل نفسي في حسبه بس. تمام. ناخد هنا كده خط في النص اهو، في نص الخط ده. تمام. 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 ندي البعد ده 18. تمام. البعد ده نديله 18. تمام. وندي من هنا لهنا نقول له ده 9 بس ببساطة خالص كده. الموضوع ايه بقى بسيط خالص. تمام. يبقى 18 في 18 والبعد 9 ونقول له finish sketch و extrude وcut material اوكي كده. يبقى ايه خلصنا التوتوريال ايه بتاعنا. ده التوتوريال بتاعنا. ممكن لو انت عايز تلف الايزومتريك تدوس على الايقونه ديت كده وتيجي ايه تحرك ايه القصه ايه بتاعتنا. طيب ده صعب شويه او مش صعب ولا حاجه، يعني ممكن نطلع منه بكذا فكره. الفكره في ايه؟ ان انت ده برضو نفس القصه، انت ممكن تعمل ده. تمام. وده فيتشر، هو تحس ان هو كل فيتشر لوحده، مش هتعرف تجيب اكتر من فيتشر مع بعض. يعني انت ممكن تبني المستطيل ده وبعد كده الدايره وبعد كده تبني ده وبعد كده ده وده. ده مش سيمتري، يعني ده دايره واللي هناك ده ايه ريكتانجل. فادي فيتشر 2 3 4 5 فيتشر نعملهم مع بعض. ستارت سكتشنج. تمام. ونبدا بالسكتش. اوكي. دايما ابدا بالماذر فيتشر. الماذر فيتشر اللي هو اللي هتبني عليه، اللي هو الاساس، يعني اكبر حاجه اللي هو المستطيل. تمام. ده هيريحك في الشغل. فاحنا هنعمل ريكتانجل بالابعاد المطلوبه. نعمل ريكتانجل. تمام. ونجيب الدايمنشن. كام الدايمنشن عندك؟ 100. تمام. 100 في كام؟ ده كام؟ 100 في 50. 50 من الدرايه ورا، فده 100. تمام. في طبعا نعمل زوم اوت وال50. اوكي. ارتفاع 50. 50 و احنا عملنا ارتفاع 5 فندوس كنترول زد نقول له 50. اوكي. اوكي. وفينش سكتش واكسترود بكام؟ اكسترود ب 30. اوكي. اختار سيمتري ونعمله اكسترود ب 30 ونقول له 30. اوكي. ونقول له اوكي. تمام. ده الايه المودر فيتشر بتاعنا. هنرسم دايره هنا في النص، فممكن ستارت سكتشنج برضو و 2 دي سكتش ونختار فيس. والفيس ده عايزين ايه نعمل حاجه هنا في النص، فممكن نعمل دايره. دايره احنا عايزين نعملها ايه في النص بالظبط. طبعا انا ما عنديش هنا كونستراكشن بقى، فايه هناخد دايره كده بالحب وبعد كده ناخد ايه البعد. الابعاد بتاعتنا ده كان 50، فالمفروض من السنتر لحد هنا 25. تمام. ومن السنتر واحنا هنا كده كده عاملينه في النص، بس برضه ناكد على البعد. ممكن ناكد على البعد 51 لا 50. تمام. دايما اكد على الابعاد بتاعتك طالما انت مش عامل ايه كونستراكشن لاين. طيب الدايره بنفسها بقى قطرها كام؟ دايره 50. 50 فاي. 50 فاي كبيره جدا. دي فاي 50 ازاي؟ ازاي يبقى دي فاي 50 ودي 50؟ يبقى المفروض ان هي بتمس الدايره. اوكي. وهي واضح هنا انها مش بتمس. بحاول اتاكد من البعد. هو البعد ده 50. ممكن اللي ورا يكون مش 50. ممكن اللي ورا ده 50 و10 60. تمام. تمام. هنرجع نعدلها مفيش مشكله. طيب كويس ان حصل. انا ما خدتش بالي من ال10 اللي فوق دي، اللي هي ال10 دي 60.
اللي هو فيه غلط في السكتش. تمام، هنعمل ديت عادي خالص، نقول له فينيش سكتش واكسترود والبره 20، يعني هنقول له ان هي اكسترود ان هي البره كام 20. تمام. طيب كويس ان حصل الخطا ده، عشان ايه نرجع نعدل الخطا فيه في ده، اللي هو الاكسترود الاول. احنا بندوس السكتش دوت. تمام، ندوس على السكتش دوت وندوس edit سكتش. تمام، والبعد ال 50 ده نخليه 60 وشكرا، وفينش سكتش تلاقيه البعد سمع معاك. طيب هو سمع في حته واحده لان احنا كنا واخدين البعد من ناحيه واحده. تمام، فهنعدل البعد، هنرجع للاكسترود ده. هتفهم قصدي ايه دلوقتي؟ بص ايه سكتش، احنا كنا واخدين ان البعد ده 25، لا فالمفروض ان هو يتغير يبقى 30 عشان العرض كان كام 60. نقول له فينش سكتش وشكرا على كده احنا خلصنا. في بقى ايه الفيتشر ده، الفيتشر اللي هو الدايره ده، والفيتشر تاني اللي هو ده. اوكي، انا مش عارف هو ليه يعني ما كتبش دي 60 على بعض، يعني الحقيقه مش عارف ليه كاتب 10 وليه كاتب 60. ممكن علشان الخط ده، مش عارف مش عارف. فالمهم ان احنا هنعمل الفكره بقى في انا حطيت الايزومتريك ده عشان ايه؟ علشان اللي في النص ده ازاي تعمل بلين وترسم عليه في ال في ال في الانفنتوري. فانت هتيجي هنا لو انت مشغل الشاشه كامله هتلاقي بلين، يعني انت لو مشغل الشاشه كامله هتلاقي بلين، هتلاقينا في الايه اللي هي الايه في القائمه بتاعت الاوركاد. تدوس بلين. تمام، تضغط على كلمه بلين، انا عايز بلين. تمام، وتختار الفيس ده ونلف الشكل. تمام، وسبيس عشان وتعمل الشكل ده كده، عمل معاك بلين في النص بالظبط. طيب البلين اللي في النص انا عملته ليه؟ عشان ارسم الشكل ده. تمام، هرسم الشكل ده كده، هرسم اللي هو الشكل ده كده اللي هو المربع والمثلث. تمام، بالابعاد ديت، واروح اديله اكسترود في الناحيتين. تمام، ده يعني ده الحل الايه اللي هو الصح. طيب هنعمل ايه؟ هنقول له سكتش ستارت تو سكتش عادي، ومثلا ستارت تو سكتش، وهنختار بقى ايه البلين اللي احنا عملناه. تمام. طيب هنرسم بقى على البلين، هو بيرسم بقى على البلين في الوضع ده. طيب هترسم ايه على البلين؟ هترسم الشكل ده اللي هو من هنا ده. طيب هتجيب خط، تجيب لاين. تمام، وتجيب من اللاين بقى ايه ترسم بقى هنا كده، تروح راسم طالع. تمام، وماشي ماشي طبعا بشكل ايه فيرتيكال، وتنزل ايه تقفل مع الخط ده وسكيب. طيب هي كل القصه ان الزاويه دي 45 وخلصت، يعني مفيش اي ابعاد خالص. تمام، والزاويه دي 45 من ده كده هتخليها 45. تمام، والارتفاع اللي ورا ده كام؟ الارتفاع اللي ورا ده كان 10. تمام. تمام، اوكي بس. وهتيجي تعمل فينش سكتش. طبعا هو رسم على السكتش اللي في النص، بس في حاجه بقى احنا غلطنا هنا فيها، ده مش كلوز بروفايل، يعني ده مش كلوز بروفايل، احنا كده ايه غلطنا. فاحنا هنرجع للسكتش وهنقول له اديت سكتش، السكتش الاخير ده، وهنرجع نقفل الايه نقفل الكلوز بروفايل بتاعنا عشان يبدا يدينا ايه يعمل اكسترود. لو عملناش كده كان ايه هيدينا ايه خطا. نقول له فينش سكتش واكسترود. تمام، هو عمل الشكل، هنقول له طبعا سيمتري وان هو 30. تمام. تمام، اوكي. ده الفكره كانت في الايه في الايزومتري. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي.